السلام عليكم. بالبداية بيضاوي بالشكل هذا، داخله بيضاوي الثاني بيكون أصغر بالشكل هذا، داخله بيضاوي ثالث، داخله بيضاوي رابع. البيضاوي الصغير هذا يجي فوقه قوس. أنا صغرت حجمها مرة. طبعا هي البيضاوي هذا هنا في قوس وتحت في قوس. هنا القوس هذا بيكون تحت خط، وهنا خط، وهنا بيكون فيه نقطتين. هنا بيكون فيه اللسان اللي طالع المشطوف بالشكل هذا. بعدين نبدأ بالتفاصيل. التفاصيل اللي هي ايش؟ الراس هذا جاي من هنا، نطلع من البيضاوي هذا، بيطلع خط إلى طرف البيضاوي هذا تقريبا، بيرجع مرة ثانية ويطلع من الخط من الراس هذا وينزل. البيضاوي هذا للتكملة تحت، اللي هو اللي تحت هذا، يجي خط من هنا، تسوي خطوط اللي هي حقت انحناء الرأس، وبعدين تنزل على تحت توقف هنا. البيضاوي هذا طرف البيضاوي الكبير اللي هو طرف الجسم من تحت، وترجع مرة ثانية، وبعدين تنزل من هنا. بعدين يبين طرفه الثاني من هنا، تبدأ عاد باللفلفات حقت الجسم الثعبان. يطلع من هنا يلف، هذا يجي من هنا ويوقف، هذا يطلع من هنا ويلف، هذا يجي من هنا يوقف، وهذا يجي من هنا. بتسويها لفلفات تخليها طويلة ولا بتنهيها هنا خلاص؟ علشان تبين اللفلفات هذه تجي تسوي خطوط هنا، تبين لك لفة الجسم من هنا، وهنا نفس العملية. أحيانا يكون فيه نقوش على جسم الثعبان، من الأسفل يكون فيه خطوط بالشكل هذا، أسفل البطن، ومن هنا تجي هنا تختفي خلاص، تصير على الأرض اللي هي اللي يزحف عليها الزعانف وما أدري يسمونها، الحراشيف. هنا النقوش اللي على جسم الثعبان من فوق، سوينا النقوش والحراشيف اللي تحت. إذا بتسويها أكثر واقعية، تسوي تظليلات بالمدعكة على الانحناءات هذه، ومن هنا في نقوش طبعا على الراس من هنا،